شوف مين يسد قصاد مين النهارده بقى. تعال تعال لي يا حبيبي، تعال لي. يلا. تعال لي يا اخوي، معاك تعال لي يا اخوي، تعال لي. حبيبي عم كريم، الله يرضى عنك. ده انا مش هسيبك النهارده، ده انا هفرمك. ماشي يا شيخ، توكل على الله. السؤال الاول، هصدق اي سؤال يقابلني هروح ساططه لك على طول، مش تمام. هسمي عليك. ماشي. اكبر سوره في القران الكريم. البقرة. اديني سؤالك على طول. أصغر سورة في القرآن الكريم. كوثر. صحيح. من هو الصحابي الذي له جناحان يطير بهما في الجنه؟ جعفر. جعفر بن أبي طالب. صحيح. من هو الصحابي الذي تستحي منه الملائكة؟ سيدنا عثمان بن عفان. صحيح. من هو الصحابي الذي يلقب بسيد القراء؟ أبي بن كعب. إجابة صحيح. من الصحابي الذي يلقب بحواري رسول الله؟ والزبير بن العوام. صحيح. من هو الصحابي الذي يسمى ترجمان القرآن؟ عبد الله بن عبد الله مسعود. بن عباس. طيب السؤال هنا يقول: من الملقبة بذات النطاقين؟ هي أسماء بنت أبي بكر. صحيح، اسماء بنت أبي بكر. من هي المرأة المذكورة في القرآن الكريم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله؟ ثعلبة. من الصحابي الملقب بخادم الرسول؟ خادم الرسول هو أنس بن مالك. صحيح. من هو الصحابي الذي يسمى سفير الرسول؟ سفير الرسول مصعب. مصعب بن عمير. من الصحابي الذي يلقب بخطيب النبي؟ هو ثابت بن قيس رضي الله عنه. رضي الله عنه. هات سؤال. من هو الصحابي الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك؟ أبو ذر. أبو ذر. من هو الصحابي الملقب بسيف الله المسلول؟ هو خالد بن الوليد. صح. من هو الصحابي الذي يسمى غسيل الملائكة؟ حنظلة بن أبي عامر الأنصاري. تفضل. من هو الصحابي الذي يلقب بشاعر رسول الله؟ هو حسان بن ثابت. صحيح، تفضل. من هي أول من آمن من النساء؟ خديجة. طيب، من آخر من مات من العشر المبشرين بالجنة؟ هو النبي قال عنه. النبي قال عنه: له سهمان، رمحه ودعاؤه. وقال سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص. صح. جيب سؤالك. اذكر لي العشر المبشرين بالجنة. هقولهم لك في نشيد وانت اجمعهم، اتفقنا؟ على طول كده. قل إن خير الأنبياء محمد، وأجل من يمشي على الكسبان، أجل صحب الرسل صحب محمد، وكذاك أفضل صحبه العمران. رجلان قد خلقا لنصر نبينا، فتظاهرا فهم له صهران. أبو بكر الصديق، عمر الفاروق، عثمان ذي النورين، الذي كان يسهر ليله بركعة وترا يكمل ختمة القرآن. ولي الخلافة صهر أحمد بعده، أعني عليا عالم الرباني، زوج البتول أخي الرسول وحزبهم. ليت الحروب منازل الأقلام، أكرم بطلحة والزبير وسعدهم وسعيدهم، وبعابد الرحمن، وأبي عبيدة ذي الديانة والتقى، وامدح جماعة بيعة الرضوان. رضي الله عنهم وارضاه، جزاك الله خير. سؤالك. طيب نقول: من هو الملقب بسيد الشهداء وأسد الله وأسد رسوله؟ هو حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه، عم الرسول. نعم. تمام. من هو الذي كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الغار؟ أبو بكر.
اللي بعده. من هو الملقب بذو الشهادتين؟ خزيمة بن ثابت. صحيح. طيب تفضل. طيب من هو كان دليل النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا أبو بكر اللي هو ما كانش مسلم اللي كان في الهجرة؟ عبد الله بن أريقط. اديني اللي بعده يلا. طيب من هو مؤذن رسول الله؟ مؤذن الرسول هو بلال بن رباح وعبد الله بن أم مكتوم وأبو محذورة في مكة. صحيح، فتح الله عليك. تفضل. طيب من هو النبي الذي مات في السماء؟ إدريس في السماء الرابعة. طيب من الصحابي الملقب بساقي الحرمين الشريفين ويكون قريبا للنبي صلى الله عليه وسلم من أول الدرجات؟ هو جعفر بن أبي طالب. لا، قريب للنبي من أول درجة، هو مش ابن عم. العباس. صحيح، فتح الله عليك، العباس بن عبد المطلب. تفضل سؤالك. طيب. من أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كثير يشبهون النبي، كان منهم إبراهيم ولد النبي وكان كذلك يشبه نبي الله إبراهيم، وكان الحسن والحسين أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم يشبهون النبي. وجعفر بن أبي طالب. جعفر بن أبي طالب كذلك. تمام. سؤال. من هي أول شهيدة في الإسلام؟ هي سمية بنت خياط. صحيح. سؤالك. من الذي قتل سمية؟ سؤال حلو. لا نشوف الكومنتات. من الذي قتل سمية بنت الخياط؟ اللي قتل سمية هو أبو جهل عليه لعنة الله. أبو جهل. حلو. تفضل سؤالك. اسأل سؤالك. تمام. من الصحابي الذي لقبه النبي بحكيم الأمة؟ حكيم الأمة وحكيم بن حزام. لا، ده حكيم بن حزام ده اسمه، واحد بقى النبي لقبه بحكيم الأمة. حكيم الأمة. لا ما اعرفوش ده. حكيم الأمة هو أبو الدرداء. ماشي. طيب من هو الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام أخبرني بأرجى عمل عملته فإني سمعت خشخشة عليك بين يدي في الجنة؟ لحظة. بلال بن رباح. بلال بن رباح. إجابة صحيح. تمام، الله يفتح عليك. الله يرحمه. طيب من هو أبو المساكين؟ سيدنا جعفر بن أبي طالب. صح. تفضل. من الذي اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة وغاصت فرسه في الرمل؟ سراقة بن مالك. سراقة بن مالك. سؤالك. طيب من هو أول سفراء الإسلام؟ هو مصعب بن عمير. كان سفير ب2000 إلى المدينة. نعم صحيح. سؤالك. من هي المرأة التي ذكرت باسمها في القرآن الكريم؟ مريم بنت عمران في مواضع كثيرة قال الله مريم بنت عمران التي أحصنت فرجها. طيب بعد. السؤال هنا يقول اللهم صل عليك يا رسول الله. من هو أعلم أمة النبي بالحلال والحرام؟ معاذ بن جبل. معاذ بن جبل. صحيح. تفضل. من هو سيد القراء؟ أبي بن كعب. اللي بعده. من الملقب تمام بذي النور مش ذي النورين؟ يعني ذي النورين سيدنا، من الملقب بذي النور؟ والطفيل بن عمرو الدوسي. الله عليك. صحيح. ما اسم أبو هريرة؟ عبد الرحمن بن صخر، كان قبل الإسلام عبد شمس. طيب من هي، احنا قلنا أبو المساكين جعفر بن أبي طالب، من هي أم المساكين؟ هي واحدة من زوجات النبي بالمناسبة. أم سلمة رضي الله عنها. حد غير أم سلمة، مش أم سلمة. أم المساكين هي زينب بنت جحش. زينب بنت خزيمة. زينب بنت خزيمة. طيب السؤال عندك. من هو الصحابي المذكور باسمه في القرآن الكريم؟ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. اللي بعده. من هو مقرئ المدينة؟ مقرئ الراجل كان أول السفراء اللي احنا لسه قايلينه. مصعب بن عمير. مصعب بن عمير. صحيح. يلقب بمقرئ المدينة المنورة.
ماشي. أول من جهر بالقرآن الكريم. عبد الله بن مسعود. سؤالك. من الملقب بذي الرأي الذي أشار على النبي في يوم بدر أن يرجع بالخيام فوق الآبار؟ لو أغلق الآبار بتراب وخلى آخر البئر مفتوح، والنبي لقبه بذي الرأي لأن رأيه كان صحيح. قال النبي قال له أأمر من الله ووحي أم تفكير منك وخطة للقتال؟ قال خطة للقتال. قال فما رأيك أن نفعل كذا؟ فلقبه النبي بذي الرأي. والله اسم نسيه، بس سيبني ثانية كده. هو من الأنصار هو. أيوة. قال أرأي أمنزل أنزلك الله إياه أم هي الرأي والمشورة؟ تمام. تقريبا البراء بن عازب أو حاجة. وأنت قربت، هو فعلا قريبين من بعض. الحباب بن المنذر. الخباب بن المنذر صحيح. صح. تفضل سؤال. السؤال عندك حبيبي، كيف الحال حبيبي؟ إيه مصري مصري. السؤال عندك يا باشا. أسألك أنا، أقول لك تمام. من هو الذي قال في القرآن الكريم ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك امرأة أنت السميع. عمران. امرأة عمران. تفضل. طيب جميل الأسئلة دي. خلينا من القائل في القرآن الكريم. من القائل في القرآن الكريم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا؟ سيدنا نوح عليه السلام. سيدنا نوح. السؤال عندك تفضل. من الذي قال في القرآن الكريم ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له من كان يقصد في هذه الآية؟ الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة. إجابة صحيحة. يلا. شوف يا شيخ، السؤال يقول من الذي قال، من اللي بيتكلم؟ فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم. صحيح. من الذي قال في القرآن الكريم، يا جماعة بعد إذنكم عشان أنا معايا لقاء تلفزيوني، ويعني الحوار اللي داير ده مشوشر عليا. ربنا يبارك فيك. على قناة الرحمة إن شاء الله، لما يوصلوا، بس ما وصلوش. ماشي. من هو الذي قال في القرآن الكريم نعم. يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي؟ هارون لموسى. سيدنا هارون بيقول لا تأخذ بلحيته لسيدنا موسى. تمام. طيب اسأل سؤال. من الذي قال في القرآن الكريم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ من اللي قال؟ سهل. ربنا سبحانه وتعالى. الله. صح. فتح الله عليك. من الذي قال في القرآن الكريم لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك؟ هابيل لقابيل. هابيل لقابيل. ماشي. احنا عايزين نعمل أسئلة متنوعة عشان هي في الصحابة والأنبياء والسيرة وكده عشان يبقى في تنوع. ماشي. من هو من الأنبياء الذي شق الله له البحر؟ موسى. اسأل. طب حلو. مين بقى النبي اللي ربنا وقف له الشمس؟ هو يوشع بن نون. صح. قال لها أنا مأمور وأنت مأمور اللهم احبسها علي. طيب. من النبي الذي أرسل إلى قوم هود؟ أنت قلت اسم النبي. أنت قصدك تقول قوم عاد. قوم عاد. سيدنا هود. اسأل سؤال غير. الذي أرسل إلى قوم ثمود؟ صالح. وإلى ثمود أخاهم صالحا. طيب. اسأل. كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت أمه؟ 6 سنوات. 6 سنوات. صحيح. كم كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام عندما توفي جده عبد المطلب؟ 8 سنوات. 8 سنوات. كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج بخديجة؟ كان عمره
25 عاما. صحيح. تفضل. كم كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام عندما أتاه الوحي؟ 40 سنة. نعم. ماشي. طيب، كم كان عمر النبي لما هاجر من مكة إلى المدينة؟ كان عمره هو دعا في مكة 13 أشهر وهناك 10، يبقى كده كم؟ عندك كان 40 و13 يبقى 53. كم كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام عندما توفي؟ 63 سنة. 63 سنة. طيب، كم المدة التي دعاها النبي في مكة؟ مدة الدعوة كانت قد إيه؟ 13 سنة. تمام. سؤال عندك. كم حج النبي عليه الصلاة والسلام؟ مرة واحدة وهي حجة الوداع، وما حج غيرها صلى الله عليه وسلم. اسأل. طيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. من هو الغلام الذي كان مع النبي لما يا شيخ أحمد طلع يعمل مع السيدة خديجة؟ كان في غلام مع النبي ورجع للسيدة خديجة. معايا؟ ميسرة. ميسرة. صحيح. تفضل. من هو الراهب الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام؟ بحير الراهب، ويلقب بجرجيس. تمام. من هو الصحابي الذي اهتز لموته عرش الرحمن؟ وسعد بن معاذ. سعد بن معاذ. طيب. اسأل. من هو الصحابي الذي لقبه النبي بأبو تراب؟ هو سيدنا علي بن أبي طالب. صحيح، سيدنا علي. من هو الصحابي الذي كان يأتي جبريل عليه السلام على صورته؟ ودحية الكلبي. تمام. اسأل. طيب. من هو الصحابي الملقب بالطيب المطيب؟ طيب المطيب. هو جعفر بن أبي طالب. طيب. لا، الطيب المطيب هو أسامة بن زيد. عمار بن ياسر. عمار بن ياسر. من هو الحب بن الحب؟ زيد. لا لحظة. الحب وابن الحب. أنا فاكر، استنى اسم أحد دماغي. الحب وابن الحب. هو مين الحب بن الحب اللي النبي قال له أنت الحب وابن الحب؟ أنا مش جاي على بالي الكلمة نفسها بس. أيوة، أسامة بن زيد. أسامة بن زيد يا شيخ أحمد. طيب تمام، خليك بس معايا ثانية، هطبع حاجة بسرعة، الجماعة واقفين وأنا معاك. منتظر. اللهم صل وسلم وازد وبارك على عبدك ومصطفاك محمد صلى الله عليه وسلم. لذا فأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الصلاة على النبي غنيمة، من حازها حاز الكرامة وامتلك. فز بالصلاة على النبي مرددا صلى عليك الله ما دار الفلك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما سار نبع بالجداول أو جرى عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين. لذا قال أبي يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ أجعل لك من صلاتي الربع. قال النبي ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك من صلاتي الثلث. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك من صلاتي النصف. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك من صلاتي الثلثين. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل صلاتي كلها لك. قال النبي إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، كيف لا نصلي عليه؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. حياكم الله جميعا. لذا فإنني نقرئ النبي السلام من هذا المكان. سلامي إلى قمر المدينة طه، سلامي إلى الحجرات حين تراها، سلامي إلى باب السلام وعنده، مرخ خدودك في كريم ثراها. قل يا رسول الله يا مصطفى جئت بما ترى، روح تهيم وجدها أعياها، يا رب بالمختار عجل زورة بها أزور المصطفى وأراها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. لذا أقول هو بحر علم الله أحمد،
هو بحر علم الله أحمد كل من يلقاه يسعد، وبحر علم الله أحمد كل من يلقاه يسعد، حوضه الصافي المبرد لكل من صلى وسلم على سيدنا محمد، فأكثر من الصلاة على رسول الله. يلا باشا، جاهز يا باشا؟ جاهز يا باشا. من هي المرأة المسماة بذات النطاقين؟ أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا. ماشي، اسأل. يقول من هما سبط النبي؟ سبط النبي هو الحسن والحسين. صحيح، تفضل. من هي أم إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام؟ هي مارية القبطية، ولم تكن زوجة للنبي وإنما كانت ملكة يمين. اسأل. طيب، نقول من الصحابي الذي عرف عنه بأنه مستجاب الدعوة وقال النبي عنه بأنه خاله؟ قال فلان خال من منكم له خال كخالي. سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص، صحيح، تفضل. من هو الصحابي الذي كان يهرب منه الشيطان؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. طيب، السؤال يقول من هو الصحابي الملقب بصاحب نعل النبي وصاحب وسادة النبي؟ هو كان دائما النبي إذا جلس في مجلس ويأخذ النعل والوسادة يجعلهم معه، يعني يأخذ منهم فضل وخير النبي صلى الله عليه وسلم ويبقيهم معه، لأن طبعا فيهم الخير وضحكة النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود. أول مولود ولد في الإسلام؟ عبد الله بن عمر. عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير، تمام. السؤال يقول من هو أبر أمة النبي في هذه الأمة؟ من أبر الأمة؟ أبر الأمة سيدنا أبو بكر الصديق. ده أرحم الأمة. أبر الأمة لا ما أعرفش. عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر بن الخطاب. يا عبد الله بن عمر بن الخطاب. تفضل السلام. طيب، من هو أمين هذه الأمة؟ أبو عبيدة بن الجراح. قال النبي إن لكل أمة نبي وإن لكل أمة أمين وأمين الأمة أبو عبيد. طيب، من هو الصحابي الذي كان يلقب بأسد الغابة؟ سيدنا علي بن أبي طالب. لا. أسد الله حمزة بن عبد المطلب، وأسد الله الغالب علي بن أبي طالب، لكن أسد الغابة دي أول مرة أسمعها. هو حمزة بن عبد المطلب يا شيخ، لأنه كان ينزل يقاتل في الناس، فكان ما شاء الله كان سيدنا حمزة إذا جاء يقاتل يضع ريشة على صدره ويقول أنا ابن عبد المطلب، من منكم يأتي ليبارزني فإني من فرسانها. ماشي، أسألك سؤال وأقول لك كم عدد السجدات في القرآن الكريم؟ 15 سجدة، 2 في الحج و13 في الباقي. ماشي، اسأل. كم عدد أحزاب القرآن الكريم؟ 60 حزبا. أنا اللي هسأل. ماشي. ما هي الآية التي جمعت كل حروف الهجاء؟ آخر آية في سورة الفتح محمد رسول الله، هي الآية دي. ماشي. طيب، السؤال سهل. كم عدد آيات القرآن؟ عدد آيات القرآن الكريم 6236 آية. كم عدد أحرف القرآن الكريم؟ 71,000 وكذا. لحظة أفكر لك فيها، يعني أنا فاكرها بس الأرقام بتتوه في بعضها، عبارة عن 6 أرقام. لا، أنت قلت عدد إيه؟ كم عدد أحرف القرآن الكريم؟ أحرف القرآن الكريم 371,000. مش متذكر الصراحة. 321,500 250. 321,250 حرف، تمام. طيب، من المخاطب
جميل في القرآن. دلوقتي يا شيخ أنا مثلا أقول لك أسئلة، وألقيت عليك محبة مني، أقول لك مثلا من المخاطب، تقول لي مثلا إيه؟ موسى. فهمتني ولا لا؟ تمام. السؤال يقول: من المخاطب في هذه الآية؟ لستن كأحد من النساء. نساء النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. طب كمل بقى سلسلة من المخاطب وهاتهم كلهم ماشي. وانا هجيب لك سلسلة من الذي قال. ماشي. جميل، حلو. من المخاطب؟ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. النبي عليه الصلاة والسلام. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تني في ذكري. سيدنا موسى عليه السلام. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. سيدنا نوح. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. سيدنا أيوب. يا أيها المدثر. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. سيدنا داود. لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. سيدنا موسى. خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. سيدنا يحيى. اسكن أنت وزوجك الجنة. سيدنا آدم. إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. سيدنا عيسى. يا بني لا تقص رؤياك على إخوتك. سيدنا يوسف. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. سيدنا إسماعيل. إنك لن تستطيع معي صبرا. سيدنا موسى الخضر بيقول أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. آية أخرى. سيدنا موسى. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ابن سيدنا نوح. فاستجبنا له فكشفنا ما به من نعمة. سيدنا أيوب. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. سيدنا موسى. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. سيدنا إبراهيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. سيدنا سليمان. سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وسلام عليه يوم. سيدنا يحيى. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. قال سننظر صدقت أم كنت من الكاذبين. الهدهد. اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. سيدنا نوح. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. ايه عيد تاني كده. استجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. سيدنا زكريا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. سيدنا جبريل. أنا بقول من المخاطب؟ سيدنا جبريل بيقول لي مين؟ ستنا مريم. طيب. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. سيدنا يونس. عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين مين؟ سيدنا موسى. طيب. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. تمام. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. تمام. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ايه يقول ايه؟ وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. سيدنا موسى. صحيح كده. أنا قلت لك 30 سؤال ورا بعض من المخاطب. طب ماشي، انا هدي لك بقى 30 سؤال بقى من الذي قال. تمام. تفضل. ماشي. متكرر النصر. هم ورقتين بس يا ريس، ورقتين بس. ايوه كل واحد اثنين. ماشي. مصر وعلي. حاضر. ركز معايا عشان ده انا بص مش هسيبك. تمام. اتفضل يا ريس. 10.
هل يا بيه لما تكرر ده اه من الذي قال بسم الله الرحمن الرحيم أرني أنظر إليك؟ اللهم صل على النبي. سيدنا إبراهيم؟ لا لا، سيدنا موسى. بس قال رب أرني كيف تحيي الموت. سيدنا إبراهيم. أرني أنظر إليك. سيدنا موسى. ماشي. من الذي قال لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي؟ هارون لموسى. طيب ماشي. لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يوسف. لا تدخلوا من باب واحد. يعقوب. بصرت بما لم يبصروا به. ثاني. بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك. سامري. أحط بما لم تحط به. الهدهد. أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. أهل النار أهل الجنة. لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. قوم لوط. طيب لحظة. يا هود يا صالح. قوم واحد من الاثنين هذول. قوم صالح. مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أيوب. أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. عفريت من الجن. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. نوح. امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. لحظة. شغفها. قال نسوة في المدينة. هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ أخت موسى. فأما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. ذو القرنين. إنما نحن فتنة فلا تكفر. هاروت وماروت. إني نذرت لك ما في بطني محررا. امرأة عمران. اشتعل الرأس شيبا. زكريا. السلام علي. عيسى. وسلام عليه. يحيى. الآن حصحص الحق. امرأة العزيز. يا ليتني مت قبل هذا. مريم. إني أراكم بخير. لحظة. إني أراكم بخير. كمل كده جزء فيها. إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. موسى وفرعون. نبي من الأنبياء كان قومه يطففون المكيال والميزان. شعيب. إن الله حرمهما على الكافرين. قال إن الله. لما طلب أهل الجنة. فمن لم يطعمه فإنه مني. الملك طالوت. إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا. صاحبي السجن اللي كان مع يوسف. هذا واحد من اللي قال. لن تستطيع معي صبرا. الخضر أو الخضر. إني لكما لمن الناصحين. الشيطان. واسأل القرية التي كنا فيها. أولاد يعقوب. أعرض عن هذا. عزيز مصر ليوسف. لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. قوم موسى. أنا أحيي وأميت. النمرود. يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. قابيل. يا أيها الملأ أفتوني في أمري. ملكة سبأ بلقيس. ما تعبدون من بعدي. إلهك وإله آبائك. يعقوب. بل فعله كبيرهم. إبراهيم. إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا. دخل جنته وظالم. الجنتين. قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. الملائكة. ربنا ظلمنا أنفسنا. لحظة. ربنا ظلمنا. آدم وحواء. وهذه الأنهار تجري من تحتي. وهذا أليس فرعون.
ليست النصارى على شيء. اليهود. أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ عزير. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي. العبد الصالح وقيل هو شعيب لموسى بن عمران. لبثنا يوما أو بعض يوم. أصحاب الكهف. ربنا ما أطغيته. ربنا ما أطغيته ولكن قرين الإنسان. وإني سميتها مريم. امرأة عمران. فهل نجعل لك خرجا؟ ذو القرنين. ألم يأتكم نذير؟ أهل النار، الملائكة يقولون لأهل النار. نحن أولو قوة وأولو بأس. قوم ملكة سبأ اللي هي بلقيس اللي هم الملأ. وأبونا شيخ كبير. ابنتي العبد الصالح اللي رآه موسى في مدين. وأوتيته على علم عندي. بينما أوتيته على علم عند لحظة يا رب بينما أوتيته على علم عندي. ده واحد من الجماعة الطغاة دول استنى يكون السامري كان معاه فلوس، ده اسمه ايه؟ قارون. ولا تمشي في الأرض مرحا. لقمان لابنه. ربنا باعد بين أسفارنا. لا مش عارف مين. سورة سبأ. قوم سبأ. تمام. إنا سمعنا قرآنا عجبا. الجن. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. لا دعاء من جماعة من قوم من الناس. ملائكة. ملائكة. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. عيسى لله. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. الملائكة لله. إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم. الشيطان لأهل النار. لأرجمنك واهجرني مليا. والد إبراهيم لإبراهيم. أألد وأنا عجوز. امرأة إبراهيم للملائكة. يا أبت افعل ما تؤمر. إسماعيل لإبراهيم. أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ذرع. إبراهيم لله. إن ابني من أهلي. نوح لله. ما أغنى عنكم جمعكم. أغنى عنكم. وما كنتم تستكبرون هؤلاء الذين أقسمتهم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. أهل النار. لا اللي قال ربنا. أهل الأعراف بيكلموا إيه أهل النار. تمام. لحظة كده يا شيخ. لا الخطيب الصغير ممتاز ما شاء الله عليه، دخل على 68 سؤال ما شاء الله لحد دلوقتي. الله أكبر عليه ما شاء الله يعني. تفضل يا شيخ. هو أكملهم له 100 سؤال. تفضل تحت أمرك. هذه ناقة الله لكم آية. صالح لقوم. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. نبي الله لوط لقومه. فأوفوا الكيل والميزان. شعيب لقومه. لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. قولها تاني. لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. إلى ربنا منقلبون. كان فرعون عايز يقطع ايديهم ورجليهم، قالوا له لا اعمل اللي انت عايز تعمله. صحراء. قرة عين لي ولك لا تقتلوه. امرأة فرعون لفرعون لآسيا بنت مزاحم. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. مؤمن آل فرعون. يا قوم اتبعوا المرسلين. يا قوم اتبعوا المرسلين. لا مؤمن آل فرعون اللي مضى. قال يا قوم اتبعوا المرسلين. موسى. سورة ياسين. مؤمن آل ياسين. من آل ياسين. إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وأتنا بعذاب أليم. ذو القوم لا، لأن هم في قومين، في قوم شعيب. دول كفار مكة. دول كفار مكة. تمام.
ليس لك قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا. قوم صالح. لا، ذو القوم نوح. قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا. سآوي إلى جبل. سآوي إلى جبل الذي قال ابن نوح، قال سآوي إلى جبل لنوح. ماشي. قالوا أتعجبين من أمر الله. الملائكة لزوجة إبراهيم سارة رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وما أبرئ نفسي. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. امرأة العزيز. اذكرني عند ربك. يوسف لصاحبه الذي كان يسقي خمرا وسيخرج من السجن. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. يعقوب لأولاده مع عدا أعينوني يوسف. بقوة. نعم. أعينوني بقوة. ذو القرنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يونس. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. خصمان عند داود. قالوا هذا عارض ممطرنا. قالوا هذا عارض. بس نفكر فيها. قالوا هذا عارض ممطرنا. إيه أصحاب الحجر. بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. أيوة هم أصحاب الحجر. هم هود. أيوة هم لا ده أصحاب الحجر غيرهم. تمام. يا قومنا أجيبوا داعي الله. الجن. أمسك عليك زوجك. النبي. وتشتكي إلى الله. لحظة. خولة بن ثعلبة. أخرجوا أنفسكم. يا شيخ. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. ده أهل النار. تمام. خلاص أنت دلوقتي خلصت ما شاء الله 100 سؤال. الله أكبر عليك ما شاء الله، ممتاز. حاجة مفرحة. هي دي الناس اللي تحتاج الدعم، وهي دي الناس اللي يعني سبحان الله تلاقي أسئلة دينية وحاجة جميلة وبتاع، وتلاقي الناس في البلالة، تلاقي اللايفات التانية العري والهشك بالشك لها كل الدعم سبحان الله، وبعد كده يقول لك ايه انتوا ما بتقدموش حاجة مفيدة ليه؟ الله يرضى عليك يا شيخ. عندك أسئلة؟ عم جهز أسئلة؟ عندي. طب اديني يا باشا. احنا في رمضان ان شاء الله عايزين نعمل يعني زي حاجة زي كده مثلا، هتبقى جميلة ان شاء الله، يعني كل يوم بعد التراويح كده نعمل لنا ساعتين ولا حاجة جميلة كده، أسئلة متنوعة ثقافية وجميلة. تمام توكلنا على الله. تمام. طيب نسألك اللهم صل عليك يا رسول الله، في غزوات مثلا. لا غزوات تقيلة الغزوات. هو الغزوات هتديني تواريخ، أنا التواريخ ما بحفظش. تمام. غزوات تقيلة. خلاص تعال ناخذ كده بعض الأسئلة عن الأنبياء مثلا. من النبي الذي كان يعني خط الثياب؟ وسيدنا إدريس عليه السلام. سؤال بقى أصعب أوي، من أول من خط بالقلم؟ سيدنا إدريس. من النبي الذي حمل الوصية من بعد آدم وليس نوح ولا إدريس؟ سيدنا شيث. سيدنا شيث صحيح. طيب مين هم اللي بيستغفروا للمؤمنين من الملائكة بس يا جماعة معينين كده؟ حملة العرش. بالعرش. طيب اللهم صل عليك يا رسول الله، مين هو الصحابي اللي مدفون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الروضة؟ مين الاثنين المدفونين معه؟ سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر بن الخطاب. بماذا يلقب أبو بكر وبماذا يلقب عمر؟ سيدنا أبو بكر يلقب بالصديق لأنه يعني كان في رحلة الإسراء والمعراج لما قالوا إيه اذهب أرى صاحبك يقول أنه ذهب إلى بيت قال إن قال فقد صدق فسمي بالصديق. وسيدنا عمر بن الخطاب اللي هو سمي بالفاروق لأن الله فرق به بين الحق والباطل. صحيح. السؤال يقول من المرأة التي شقت نطاقها إلى نصفين وضعت فيه طعام وشراب للنبي عليه الصلاة والسلام في الغار؟ سيدة أسماء بنت أبي بكر. سيدة أسماء صحيح.
طيب تعرف من مين هو تعرف مين هو زوج السيدة أسماء؟ السيدة أسماء بنت أبي بكر؟ هقول لك، لا أنا فاكره بس نسيت. زوجها الزبير. الزبير، إجابة صحيح. تمام. طيب سؤال حلو، من الملقب بذي النور مش النورين؟ هو الطفيل بن عمرو الدوسي. صحيح، الطفيل. وكان ليه قصة إنه النبي اداله عصاية كانت بتنور. نعم صحيح. طيب مين اللي كان بينزل المعركة يضع على، أنا لسه قايل لك الكلام ده من شوية، يضع على صدره ريشة يقول أنا بن عبد المطلب، من كان من فرسانها فليبرز إلي؟ سيدنا حمزة بن عبد المطلب. من الملقب بأسد الغابة؟ ما هو قلنا أسد الله هو سيدنا حمزة. صحيح، أنا قلت لك أسد الغابة هو برضه سيدنا حمزة. طيب مين هو النبي الذي أتاه الله شطر الجمال، ومن النبي الذي أتاه الله النور كله؟ شطر الجمال سيدنا يوسف عليه السلام، والذي أوتي النور كله هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. طيب يا شيخ في عجالة، ما الفرق بين جمال يوسف وجمال محمد؟ جمال سيدنا يوسف كان يعني جمال فتان، تمام، لكن جمال النبي محمد عليه الصلاة والسلام يعني تعلوه الوقار والهيبة، اللي هو يعني اللي يشوفه يهابه من شدة نوره وجماله عليه الصلاة والسلام. فيعني كان الفرق بين ده وده. إن جمال يوسف مجردا، جمال النبي تعلوه الهيبة والجلال والوقار. طيب ما هي المعركة التي كانت أول معركة للنبي في الإسلام؟ أول معركة في الإسلام هي غزوة بدر. صحيح. كانت سنة كام هجرية؟ كانت 2 هجرية. متى فرض الصيام؟ 2 هجرية برضه. كم رمضان صام النبي؟ 9. كم حجة حجها النبي؟ حجة واحدة. كم عمرة اعتمرها النبي؟ 9. عمرة. 9 عمرات ولا كان 10؟ ولا 9 ولا 10، أقل. 4. صحيح 4. كم عدد أحزاب القرآن؟ 60. أجزاؤه؟ 30. سوره؟ 114. آياته؟ 6236 آية. كم عدد الأنبياء والرسل كلهم؟ 124 ألف نبي ورسول. كم عدد الذين ذكروا في القرآن؟ 25 نبي ورسول. كم عدد أولي العزم من الرسل؟ 5. كم عدد زوجات النبي؟ 11. السؤال يقول كم عدد السنوات التي دعا فيها نوح قومه؟ 950 سنة. 50 سنة. إيه. كم عدد إخوة يوسف؟ 11. طيب اللهم صل على، ان شاء الله طبعا الشيخ اللهم بارك عليه ربنا يزيده. عدد ابناء الرسول؟ 4 من البنات، فاطمة وزينب وأم كلثوم ورقية، و3 من الذكور، القاسم وعبد الله وإبراهيم. طب أنا أسألك بقى سؤال صعب. من هو زوج فاطمة؟ علي. ومن هو زوج أم كلثوم؟ عثمان. ومن هو زوج رقية؟ عثمان. من هو زوج زينب؟ أبو العاص. أبو العاص بن الربيع. ماشي كمل. طيب نقول إيه، صلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مين اللي كان خاطب بنات النبي ويعني زي ما يقولوا كده فسخ الخطوبة لأن ربنا ذم أبوه في القرآن؟ أولاد أبو لهب. نعم، عتيبة بن أبي لهب. النبي ساعتها دعا عليه دعوة. عتبة وعتيبة. صح. النبي دعا على عتيبة بالتحديد دعوة، قال النبي إيه لو تتذكر؟ دعا عليها أن يأكله كلب من كلابه. قال اللهم صل عليه كلبا من كلابك فأكله الأسد مضغ رأسه. صحيح. طيب السؤال يقول من هي أول طبيبة في الإسلام؟
هي سمية. لا، دي أول شهيدة سمية. أول طبيبة مش متذكر والله. طيب، هي الرفيدة. هي عمة الرسول عموما يعني. رفيدة، لا الرفيدة. اه. طيب، سؤال يقول: من أعمام النبي الرجال الذكور أم بي مين؟ سيدنا حمزة وسيدنا العباس. صحيح. طيب، الله عليك يا شيخ. كان في أربعة في حياته. حمزة والعباس دول آمنوا، وأبو لهب وأبو طالب اللي هم ماتوا على الكفر. صحيح. السؤال يقول: مين زوجة النبي اللي تلقب بأم المساكين؟ زينب بنت خزيمة. طيب، مين اللهم صل على النبي، راجل من الصحابة الكرام جميل حمته الدبر اللي هي الدبابير، كان مع خبيب بن عدي. هو عاصم بن ثابت. عاصم بن ثابت، صحيح. طيب، ما شاء الله عليك، فتح الله عليك يا شيخ. من النبي؟ تمام. من هو النبي الذي دعا الله بالسجن؟ سيدنا يوسف: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. صحيح. هو النبي الذي دعا الله أن يهبه ملكا لا ينبغي لأحد؟ سيدنا سليمان. سليمان. من هو النبي الذي كان ورث النبوة لولده؟ سيدنا داود. داود. طيب، كيف هذا النبي ورث شيئا لولده والأنبياء لا يورثون؟ الأنبياء لا يورثون درهما ولا دينارا، ولكن يورثون العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نعم. حبيبي أقول منور الدنيا يا أخويا الغالي. طيب أسألك سؤال: ما عدد الذين يحملون العرش؟ يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. طيب ما هي الآية التي نزلت في جوف الكعبة؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. ما هي الآيات التي تعصم من المسيح الدجال؟ أول 10 آيات من سورة الكهف. تمام. في آية في القرآن الكريم ذكر فيها مسجدين في آية واحدة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أول آية في سورة الإسراء. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيك. اسأل أنت يلا. جبلان ذكر في القرآن، ما هما؟ الصفا والمروة. الصفا والمروة. ما هو الوادي الذي كلم الله فيه موسى، اسمه إيه؟ الوادي المقدس طوى. صحيح. أين يقع الوادي المقدس طوى؟ في أي دولة؟ في سيناء. سيناء في أرض مصر، صحيح. طيب، أين يقع المسجد الأقصى؟ المسجد الأقصى يوجد في فلسطين. في فلسطين. أين ولد عيسى بن مريم؟ ولد في فلسطين. تعرف المكان بالتحديد ولا؟ منطقة اسمها ناصرة الجليل في فلسطين. بيت لحم، صحيح. طيب، في بيت لحم، صحيح. السؤال يقول: غزوة يا شيخ أحمد الرماة خالفوا فيها أمر النبي لذلك هزموا. غزوة أحد. غزوة أحد. ما هو الغزوة التي لقبت بالعسرة، جيش العسرة؟ غزوة تبوك. تبوك، صحيح. طيب، مين اللي حاول يهدم الكعبة؟ هو إبراهيم الحبشي. وبماذا حمى الله الكعبة؟ بالطير الأبابيل. طير الأبابيل. ماذا تفعل الطير الأبابيل في جيش إبراهيم؟ وما قال الله سبحانه وتعالى: ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. طيب، ماذا قال عبد المطلب لما نبأوه بهدم الكعبة وبأخذ الأغنام والماشية وكذلك؟ تعرف ماذا قال؟ قال: أما الإبل فأنا ربها وللبيت رب يحميه. نعم. ماذا قال عبد المطلب لما أسمى النبي محمد والناس قالوا: لما أسميته محمد؟ قال: سميته محمدا ليكون محمودا في الأرض محمودا في السماء. طيب، فتح الله عليك، ما شاء الله. سمي بالفتح المبين، حطم النبي فيه الأصنام
360 صنم النبي حطمهم. فتح مكة. فتح مكة صحيح. تفضل. آه، هل تعرف لمن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى من الرسل؟ لا صراحة لا، لا أذكر. استعين بالتعليقات عندك. من هو الرسول الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى؟ رسول النبي إلى كسرى. نستعين بالله أولا ثم الكومنتات. من يعرف من ذلك الرسول؟ إذا أحد عنده الجواب يتفضل يجاوب. أنا نقرأ الكومنتات الآن، لسه ولا أحد جاوب. هو مش مصعب بن عمير؟ الآن لسه ما جاوب. الحبشي. مش علي بن أبي طالب. يا جماعة انتوا زعلتونا كده في الكومنتات، يعني انتوا مش عارفين. جعفر يا شيخ أحمد. رسول النبي عليه الصلاة والسلام إلى كسرى. الناس كتبوا أبو سفيان وقالوا جعفر وقالوا معاذ بن جبل، خالد بن الوليد، زيد بن حارثة، عين بن حذافة، جعفر بن أبي طالب، خالد، جعفر، سعد بن أبي وقاص، الحبشي، مش عارف. ما حدش كتب عبد الله بن حذافة خالص. واحد كتب، أنا قلت لك فوق عبد الله بن حذافة هنا. أقول لك مين اللي كتب. لحظة. في واحد كتب علي بن حذافة، اللي كتب عبد الله بن حذافة اسمه محمود، ما شاء الله عليك. طيب مين اللي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى زعيم القبط في مصر؟ كان جعفر. لا. مش ده اللي هو لا الثاني النجاشي صح، لما دخل عليه وقرأ له سورة مريم. اخوانا الكرام، من رسول النبي الى زعيم القبط في مصر؟ عايزين كده تفصيل. تفسير القرآن. والملك رسول النبي حاطب بن ابي بلتعه، عمرو بن العاص. انت قابلت الشيخ يسرى عزام فين؟ قابلته في مصر وقابلته في مكه. حاطب بن ابي بلتعه، حاطب بن ابي بلتعه. تمام. لما الشيخ يرجع نجاوب. تعرف محمد تامر؟ مين محمد تامر؟ أيوة، حاطب بن أبي بلتعة. ولا دكتور. مين محمد تامر؟ فكرني. مصري. عندك كم سنة؟ وأنا خطيب، خليك معايا. مين محمد تامر؟ لا أدري والله صراحة، ما بعرف. خطيب أنا نحبك، أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه. الشيخ عبد الله يريدك. الشيخ عبد الله فاتح. تمام، سهلا، نخلص مع الشيخ ونروح للشيخ عبد الله. الشيخ عبد الله جميل. الشيخ محمود عتريس ناس محترمة. ما شاء الله. بفضل الله. أول مسجد بني في الإسلام أسس على التقوى كان قباء. الجواب يا شيخ اللي مضى يا شيخ أحمد، حاطب بن أبي بلتعة. الله يرضى عنكم. مش بأس، ما في مشكلة. الله يرضى عنك. ثانية سنة وحبك، ثانية سنة. إنك أحلى يسمع كتاب الله خلاص.
ممكن ترد عليه تحت أمرك. تفضل. حي الله الجزائر العين والراس. هيغششك اللي جنبك ده أخويا جو مشي. ممكن تعطينا شيء بمناسبة رمضان؟ رمضان كريم. كل سنة وانتم طيبين. ربنا ربنا تعالى عادة ولا يحرمني منكم. أنت من وين في مصر؟ تعرف القاهرة؟ إحنا جنب القاهرة. عارف الجيزة؟ إحنا في الجيزة. عارفه. عبد الرحمن تامر قصدك. عبد الرحمن تامر. ممكن طلع. بتفضل. قلت لك على تسبق المسابقة تحت أمرك حبيب قلبي. أكيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عنكم ويكرم أصلكم جميعا. تمني سوف خطيب؟ لا. حاضر إن شاء الله بإذن الله. الله يكرمكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الشيخ يقدر نشغل فا كثير سبحان الله. الصحابة 100,000 أو 114,000 صحابي. تخيل 100,000 إن واحد يلم معلومات عنه. شيء عظيم والله سبحان الله. وين نحن فيه؟ والله لا أدري إيش تقول يا عم محمد. يا شيخ خطيب خلاص كده احنا ان شاء الله نبقى نظبط مع بعض. تمام. بعت رقمك. آخر سؤال. تمام عيني. آخر سؤال حضرتك قلته بس جوابه كان حاطب بن أبي بلتعة صح؟ ابن ابي بلتع الذي ارسل الى القبط في مصر، والنبي عليه وبعت هديه للنبي عليه الصلاه والسلام 2 من الجواري. السيده ماريا القبطيه، وكانت واحده تانية اتجوزها حسان بن ثابت اسمها سيرين. نعم صحيح. جزاك الله خير. حبيبي حياك الله. السلام عليكم. لنا لقاء تاني ان شاء الله.